تعالوا بقى ايه، انا هقول لكم احنا هنعمل ايه في البشاميل بعد وصلة الردح اللي احنا ردحناها دي. ما انا مش قادره صراحه ربنا، ما انا مش قادره. سلقنا المكرونه نص سلقه اهي، شايفين؟ نص سلقه كده واركنيها. هو ده اللي انا عملته. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هتولعي البوتاجاز؟ عارفه تولعي البوتاجاز؟ انت مش اهو ولع اهو يا وليه. في ايه؟ بصي بقى، دي نص كيلو لحمه مفرومه اهي، تمام. وجبت كيلو لبن اهو، حلو الكلام. وقطعت 3 بصلات في الكبه اهو، تمام. وجبت دقيق، ودي جبنه موتزاريلا، تمام. هنعمل تركيه بيها كده. وجبت طماطم بشرتها، وماجي، وسمنه. هتقولي لي ازاي بقى هتعمليها يا شيماء من غير بقى اي مكونات؟ هوريكي دلوقتي قبل عينك كل حاجه. هنبتدي الاول باللحمه المفرومه. لو انتوا شايفين كده اهوت معانا اللحمه المفرومه الاول اهي على البوتاجاز. هنعمل ايه بقى؟ هنحط معلقه سمنه كده من اللي كان السبب، معلقه كده اهو، ماشي. ركزوا معايا عشان احنا هنعمل دلوقتي الايه، اللحمه المفرومه. وهننزل عليها بالبصل اللي احنا قطعناه. من البشاميل مش تاخد دقيقتين بالظبط وانت بتعمليه. هخليكي تعملي بشاميل في الخلاط، ده اختراع الكوتش، ماشي. ابتدي بقى البصله الحلوه دي سيبيها كده معاكي شويه لما تدبل وتتشوح عشان ننزل عليها باللحمه المفرومه زي ما انت شايفه، خطوه بخطوه. خلاص بقى البصله بتاعتنا دي دبلت اهي، بصوا اهي شكلها، شايفين؟ هننزل بقى عليها باللحمه المفرومه خطوه بخطوه. انا معاكم اهو 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 اهو. غبت انا بقى ثواني اهو. هنقلب بقى كده اهو عشان ايه تتشوح مع البصله دي. هنعمل عصاج اللحمه المفرومه، بس انا قلت اوريهولكوا خطوه بخطوه، ماشي. انا مولعه الفرن بتاعتي عشان لازم الفرن تبقى سخنه نار، واسيبها بقى تتشوح شويه. انزل عليها بشويه فلفل اسود اهو، وهننزل عليها بشويه ملح اهو. قلبي بقى يا عسل كده. هنشوف اقتراحك يا ست الزفت هيبقى عامل ازاي النهارده. عارفه لو باظت والله ابوظ، انت حره، انت حره. وانا بحب احط لها حته جوز الطيب كده بشرها عليها. انا عندي مبشره معاقه هنا كده مش عارفه راحت فين اهي، مبشره عليها كده اهو، حته صغيره يعني تديها ريحه كده. تدي اللحمه ريحه حلوه قوي في البشاميل. بس ابتدي بقى ايه، شوحيه، شوحي، شوحي بقى اهو عادي ولا يهمك. احنا ايه هنسيبها شويه تتشوح معانا. انا هقرب لكم الكاميرا تشوفوا شكلها عامل ازاي اهو. اهو شايفين شكلها اهي، اللحمه ايه معانا تتشوح معانا ايه. اتشوحت معانا ايه بقى، ننزل عليها بالطماطمايه اللي احنا عملناها ديت مبشوره. نقلب بقى كده ونسيبها، تمام. هنغطيها بقى ونسيبها ايه تعيش مع نفسها شويه كده عبال ما نعمل البشاميل. البشاميل بتاعتنا بقى اسهل مما تكون. البشاميل بتاعنا كله هنعمله في الخلاط ده. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم ازاي. هتجيبي الخلاط بتاعك وهتجيبي على كل نص كيلو لبن 3 معالق دقيق. يعني احنا هنحط الكيلو اللبن هنحط قد ايه دقيق؟ هنحط 6 معالق. ادي اول واحده، ادي التانية، وادي التالتة، وادي الرابعة، وادي الخامسة،
وادي الست. حلو الكلام. حطينا 6 معالق دقيق. وهتجيبي جبنه نستو اي نوع، اي نوع يعجبك، شايفين؟ طعمه اي حاجه. تمام. هنحط عليهم 3 حتت جبنه نستو. هوريكم خطوه بخطوه اهو. هنحط الحته التانية، اخدها لكم خطوه بخطوه. ادي الحته التانية اهي، فتحي بقى وخلصي اهو. ادي التانية وادي التالتة. حلو الكلام اهو. ماشي، هنجرب بقى الطريقه دي مع بعض ان شاء الله هتعجبكم. حلو بقى. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ حطينا ال3 حتت جبنه نستو. اجيب لكم الخلاط كده شويه عشان تشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. وحطينا 6 معالق دقيق، وهنحط عليهم 2 ماجي اهو. كله جوه الخلاط. ما بصي تعبيش نفسك، شقلب واجري. يلا. ادي اول واحده، ادي التانية. ماشي. وهنحط شويه فلفل اسود، وهنحط شويه ملح. حلو. خلاص كده. خلاص. وهنحط معانا 3 معالق سمنه اهو. كله جوه الخلاط، مفيش حاجه بره الخلاط. وهنحط شويه زيت اهو. هنضربهم بقى كويس، وهنحط عليهم كيلو اللبن. ادي النص الاولاني، وادي النص التاني. هو ده بقى البشاميل اللي احنا بنقعد بقى نعمل فيه بالساعات. هو ده بقى البشاميل اللي احنا عملناه. شغلي بقى الخلاط اهو. اضربي بقى. كده خلاص احنا ضربناه اهو. حلو بقى. عايزين نشوف شكلها بقى عامل ازاي اهو. ده شكلها اهو، ده شكلها. هنعمل ايه بقى؟ نحطها على البوتاجاز 10 دقايق، 10 دقايق بس. خلاص كده بقى نحطها على البوتاجاز تغلي معانا، تغلي بس معانا غلوتين. غليت معانا ايه على البوتاجاز، وايدي كانت فيه عشان اقلب عشان الدقيق ما يكلكعش. وتخنت اهي، بقت بشاميل. اسهل بشاميل هتاكليه. شايفين اهي. ادي القوام بتاعها. عايزاه تقيل، عايزاه خفيف، زي ما انت عاوزه اهو. خلاص كده انا خلصت. هجيب بقى البشاميل، هجيب المكرونه بتاعتي نصها احطها هنا كده اهو. ماشي. وننزل عليها بالبشاميل. شايفين اللقطه دي مهمه جدا 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 جدا. شايفين عامله ازاي؟ انا بقى كان عندي كوبايه فيها لبن قشطه كده، احطها عليها عشان تخليها سايله شويه من تحت كده اهو. شايفين بقى المنظر البشاميل اللي عامله ازاي؟ ايه رايكم؟ وعلى الصينيه بتاعتك دي يلا انزلي بيها كده اهو. اسهل مما تكون اهو. خدت حاجه؟ ما خدتش حاجه خالص. نزلها شويه اهو كده. وننزل بقى عليها باللحمه المفرومه اهو. تشيل بقى بس ايه، بحب احط لها ورقه لورا كده تديها طعم حلو قوي. هنوزع بقى اللحمه المفرومه كده زي ما انتم شايفين. فص حبهان لازم نشيله. جربوا الطريقه دي وهتدعولي، هتدعولي وتقولي ايه
الله يبارك لك. شايفين الشكل طبعا تحفة بجد. شايفين شكلها عامل ازاي. انا هزود لها اللحمة شوية. تاكلوا بقى ايه حاجة حلوة كده، تحسي انك بتاكلي بشاميل باللحمة، متبقاش الصينية فاضية معاكي. طعم خروف. عايزة اقول لكم ريحة اللحمة حلوة قوي. تمام كده. هناخد شوية المكرونة دول هنرشهم كده على الوش. انا عايزاها ايه يعني ايه تبقى زي يعني البشاميل اللي هو اكتر من اي حاجة. واخد بقى حبة البشاميل اللي فوق دول احط عليهم شوية جبنة موتزاريلا عشان يبقى فيها المطة الحلوة بتاعتنا. يعني مش عايزة احس ان انا باكل مكرونة، لا عايزة احس ان انا باكل بشاميل اكتر. وحاجات كده ايه حركات اهو. وانا مولعه الفرن بقالها بتاع نص ساعه اهو. ايه رايكم بقى؟ حلويات الجمال. نحط شويه جبنه موتزاريلا هنا عشان تطلع بتمط كده. هو ده المشهد اللي انا عايزاه. هقلبها بس كويس. والله تحفه تحفه. نبتدي بقى ايه نحط الخليط ده عليها كده اهو. خلاص كده بقى نحط بقى ايه، حطيت معلقه سمنه على الوش وننزل بقى عليها بشويه الجبنه الموتزاريلا دول يحمروها كده ويدوها لون. شايفين بقى المنظر عامل ازاي؟ رايكم بقى؟ وعلى الفرن بقى ووديها وشوفي بقى شكلها في الاخر والمطه بتاعتها والمنظر بتاعها هيبقى عامل ازاي. تمام يلا بقى ندخلها الفرن. خلصت اهي معانا. ايه رايكم بقى في شكلها؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ هقطعها بقى معاكم دلوقتي واوريكم بقى منظرها. بصوا بقى هنقطعها اهو. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ بصوا المنظر لو هي سخنه بقى يعني مش قادره اوصف لكم عامله ازاي، سايحه كده ازاي والشكل عامل ازاي. بصوا شايفين بقى؟ بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا مطه. شايفين؟ لايك بقى واشتراك في الفيديو لو عجبناكم. دي بقى ايه منظرها عامله ازاي. لايك بقى واشتراك في الفيديو.